هسه جاي نشوف وياكم هنا هذا المقطع القصير من قناة الفرات. هنا فعاليات نسوية في أكثر من 10 محافظات عراقية بمناسبة ذكرى مولد الزهراء. أنا أقول سلام الله عليها وعلى آلها ما مكتوب، وعيد المرأة العراقية. أولا أنت إذا تحتفل بمولد الزهراء شنو بعد عيد المرأة العراقية؟ شنو تقرن مناسبة هي بدعة غير موجودة تقرنها بمناسبة عظيمة مثل مولد الزهراء؟ أنا أخاطبك من وجهة نظر شيعية بحتة، هذا الكلام موجه للشيعة، وأي إنسان غير شيعي الكلام مو إله وما موجه إله. أنت تلبس زي رجل الدين، طيب رجل الدين شنو لام هالنسوان وقاعد بنصها؟ بس أريد أفتهم، هو هذا رجل دين هذا؟ لو هذا حساسة شنو لام أنت النسوان وقاعد بنصها؟ زين، هاي القاعة اللي أنت لام بيها هاي النسوان وقاعد بيها، هاي القاعة من جبتها أنت؟ القاعة من فلوس حرام، الأرض المبنية عليها القاعة حرام، مغتصبة مبيوقة. زين، الأثاث اللي بالقاعة كلها من فلوس حرام، أموال الشعب العراقي هاي أنت تسرقها. وإلا يجب أن تطلع وتقول للناس أني مصادر أموالي كذا كذا كذا. أنت رجل لا شغل ولا عمل، عطال بطال، من عائلة لا شغل ولا عمل، عطالة بطالة. منين جبت هاي الفلوس؟ منين جبتها؟ أنا من أحكي أقول من عائلة، أنا أحكي من هاي جهة لا شغل ولا عمل. لا أنتم تجار، لا أنتم أصحاب عقارات عالمية، لا أنتم عندكم مشاريع عالمية، أنتم ما تملكون نص أندية الدوري الإنجليزي، ما عندكم، لا عندكم آبار نفط، ما عندكم بارجات، ما عندكم بواخر ناطحات سحاب، ما عندكم كل شيء. منين جبتوا هالأموال الطائلة؟ بربك هاي قاعة الحكومة العراقية تملك هيج قاعة؟ اكو يوم شفنا نور المالكي رئيس الوزراء او العبادي قاعد بهيج قاعة؟ ماكو، انا ما شفته بالنسبة لي، وانا متابع جيد للاخبار. هنا فعاليات نسوية، منو ذن النسوان اللي يحتفلن بمولد الزهراء؟ هاي المفحوصة مثلا؟ بربك عمار يقبل اخته، مرته، امه، بنته تجي هنا يقبل؟ هسه يقول لك حرام، يعني حلال على نسوان الناس وحرام على نسوانكم. طبعا اكو لقطات ما سجلتها اني، يعني نسوان سافرات، يعني ماكو حجاب، حتى وحده شعرها نازل جوا مؤخرتها، يعني شوف شعرها شطوله، تتفتل يم عمار الحكيم، تتفتل يمه. هاي جايه تحتفل بمولد الزهراء. ايش قد صرف عمار الحكيم فلوس على هالاحتفال هذا؟ اجن ذن النسوان، حكن، اكلن، اخذن المقسوم الفلوس طبعا، وراح لهلهن. شنو صار؟ شنو تبلطت الشوارع بالعراق، انبنت ناطحات سحاب، صارت مجاري، صار امن واستقرار، صار تطور، صنعنا طياره، ثلاجه، شنو؟ لك انت مشارك بمنظومه الدوله، روح اصرف هذا الوقت اللي جاي تضيعه هنا، روح اصرفه مع أتباعك في وزارة الدفاع، في وزارة الداخلية، في إصلاحهم، في توجيههم، وزرائك، مدراءك العامين، أعضاء مجالس المحافظات، أعضاء المجالس البلدية، روح شوفهم. هاي الناس كلها لا شغل ولا عمل، بس تاخذ رواتب، بس تاخذ فلوس، كل شيء ما يقدمون. تخيل انت ايش قد مكلفه هاي القاعه، ايش قد بناها، يعني ايش قد كلف هذا. طبعا هاي القاعه خو مو بالصحراء، اكيد هاي موجوده بفد بناء ضخم، فد مساحه شاسعه، اكيد يعني معروفه، الداخلين لها معروفه. هاي يعني انا ما اريد اطول بالكلام، ما اريد اطول، يعني شحكي عن عمار، شحكي عن هاي الاموال المسروقه. طبعا كل من يتبعه وكل من ينصره، انا مو عندي عداوه شخصيه وياه، بس لان هو يسلب اموال بلدي. باوع ذن اللي يفترن ايش لابسات، باوع مولد الزهراء، سلام الله على السيده الزهراء، او هذا مولد للزهراء هذا؟ باوع ايش لابسه. اولا وين اكو بالتشيع، والكلام موجه للشيعه فقط ولا المتدينين فقط، بما انه هذا لابس عمامه. باوع وين اكو بالتشيع اختلاط الرجال مع النساء؟ وين اكو؟ بس فهموني، هذا منين يجيب هاي البدع؟ وين اكو بالتشيع عيد المرأة العراقية؟ ماكو، هاي بدعة، ماكو.
الأعياد عند الشيعة عيد الفطر، عيد الأضحى، عيد الغدير. وين أكو بعد؟ مين التجيب؟ عيد المرأة وين موجود؟ مولد الزهراء افتهمنا هاي مواليد، يعني ما لها علاقة أعياد. ويقرن المرأة العراقية مناسبتها بمولد الزهراء. باوع شوف طبعا الشاف كل المهرجان اكو ممثلات قاعدات، واكو سافرات قاعدات، واكو ما محجبات هواي، واكو لابسات بناطير هواي، ناهيك عن العطور والمكياج. هلا بابو النسوان، هلا شوف باوع لوين قاعد. شوف منا مرة ومنا مرة، على الميمنة مرة وعلى الميسرة مرة، وقاعد بنصهن. هو هاي كلها يسويها على مود شنو؟ كسب أصوات بالانتخابات، بس يريد يكسب أصوات. كل واحد مثلك أنت أمثالك، أي واحد يسرق أموال العراق نفس الكلام موجه إليه. لكن العتب مو عليكم، العتب على المراجع الما يحرمون هاي الأشياء علنا وما ينتقدوها علنا. وإلا شنو شغلهم؟ باع هاي التفتر باع. وإلا شنو المراجع شنو شغلهم؟ مو أمر بالمعروف ونهي عن المنكر؟ هاي مو من واجب رجال الدين لو لا؟ وطبعا رجال دين أقوياء. الآن المراجع لهم كلمة مسموعة وسطوة وما يخافون وما بتقية. أدرى هذا حرام لو مو حرام؟ يا شيعة يا متدينين، ما حد يسأله يقول له ابويا تعال عمي انت منين جبت هاي الفلوس؟ هاي فلوس مو 1000 و2000 ولا مليون ولا 10. هذا الحكي حكي مليارات. هذا الحكي حكي مليارات ما بيها فايدة. يعني يا ريت هو من باقها بسواله بيها فد مشروع، يعني ماكو فايدة. هاي جاي يذب فلوس بالشط من أجل مصالحه الشخصية، يعني لا أكثر ولا أقل. اللهم عجل لوليك الفرج وخلصنا من هذا اللص السارق هو وأمثاله، بحق محمد وآل محمد، بحق الزهراء اللي جاي يتاجر باسم الزهراء، يتاجر باسم الزهراء. هذا الملعون اللي ما مخلي ساقطة ما جايبها هنا. هذا اللي الساقطات على صفحة، وجاهلة غبية لكن مو ساقطة هم جايبها هنا على صفحة. وطبعا أولياء الأمور لكلا الطرفين، الساقطات وحد والغبيات وحد، كلهم فينش، كلهم ما عندهم غيار، حالهم حال عمار. بعد أنت يا مشاهد تعرف صديقة عمار ببرنامج صبحكم الله بالخير على قناة الفرات، أنعام الرباعي العاهرة، أنعام الرباعي لحد الآن هي عاهرة، المعروف عنها عاهرة. شوفوا مسلسلاتها، شوفوا شخصيتها، تطلع بقناة البغدادية سفردحي كل شي ماكو، كاسية عارية، وتطلع بقناة الفرات مقبعة. هاي نسوان عمار يعوف الدنيا كلها يجيب لها العاهرة موجودة. وين؟ بقناة الفرات. وتحكي بمناسبة محرم تحكي على الإمام الحسين وصلى على محمد. إنا لله وإنا إليه راجعون. افترن يا عين، افترن يا نسوان عمار.